السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ما عادش الا الفراخ ديت اللي باقيه يا جماعه. طبعا انا بعمل لها خلطات تسمين الوقت علشان هذبحها، خلاص دول باقيين من البيت بتاعنا، فعاوزه اسمنهم كده واخليهم ملظلظين ويربربوا كده علشان خاطر اذبحهم يبقى فيهم اوزان حلوه جدا. بعمل لهم الخلطه اكل بواقي البيت على علف على عيش. على فكره الثلاث مكونات دول افضل ثلاث مكونات ليسمنوا الفراخ: الرده والعيش والعليقه على بواقي اكل البيت. المكونات دي بجد حلوه في زياده الوزن جدا وتسمين الفراخ البلدي. ما شاء الله ما شاء الله، ما عادش الا العدد البسيط دوت. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا جايبه 100 واحد، اللهم بارك يا رب. بعت 20، اللهم صل على النبي، عمر 15 يوم، واتبقى 80، اللهم بارك يا رب. بعت جزء منهم، مش جزء، بعت معظمهم او اكترهم، وذبحت اللهم صل على النبي 7، واحدة واثنين واربعة اللي انا نضفتهم معاكم. انا ذبحت واحدة واثنين الاول علشان اشوف الدنيا فيها ايه، وقلت اذبح معاكم لما انتوا طلبتوا كده ان احنا عاوزين نعرف بطنهم ايه. ذبحت 4 معاكم ونضفناهم مع بعض وفتحناهم وشفنا الدنيا فيها ايه. فطبعا اتاكدنا ان الفراخ دي فراخ تسمين، ما تنفعش للبيض ولا تنفع لاي حاجه غير للاكل، بس طعمها حلو وجميله جدا وعليها اقبال في الشراء. يعني ناس كتير بتشتريها مني من البلد ومن بره البلد. بقيت اروح بهم السوق، بقيت ابيع بالواحده، بقيت ابيع للاكيله، ما رضيتش ابيع للتجار خالص علشان احافظ على سعرهم واجيب سعر حلو جدا. ما كنتش ببيع بالكيلو، كنت برفض موضوع الكيلو الا مره واحده بس، اللي هي اخر مره بعت فيها بالكيلو لان اوزانهم كانت تقلت قوي. وان انا ابيع بالواحده كده حسيت ان هم لا، بالميزان لقيتهم جابوا فلوس اكتر من بالواحده. بالاول كنت ببيع الواحده شامور بالجوز، بعد كده ما شاء الله الاوزان، يعني انا وزنت 2 عدوا 3 كيلو ونص، داخلين على 4 الا ربع على سعر 120. كانوا جايبين مبلغ حلو جدا عن مبيع بالجوز. فطبعا من جمالهم ومن جمال طعمهم جوزي قال لي لا سيب لنا دول ناكلهم، بجد طعمهم زي السكر ومفيش احسن من الحاجه البلدي بقى، مفيده جدا ومغذيه ونسبه الغذاء فيها اعلى طبعا من اي فراخ بيضاء. حتى لو احنا بنربيها البيت وبناكلها خلطات برضو طبيعيه وبنعمل مكونات طبيعيه. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بربيش بالاعشاب خالص، كل حاجه طبيعيه وكل حاجه من البيت، اللهم بارك يا رب. وبناخد احلى طعم واحلى اوزان. اهم حاجه الرعايه والاهتمام، وبفضل ربنا ورعايه ربنا اهم حاجه، ودعواتكم طبعا. النهارده بقى انا والله والله لغايه الساعه انا ما اعرف انا بعت بايه. انا كنت بجيب الفلوس اللي ببيع بها كل سوق، انا يمكن قعدت اكتر من شهر كل سوق اخد 3 تجواز 4 تجواز واروح ابيعهم واجي واعين فلوسهم في مكان كده ان انا حتى ما اعرف هم قد ايه بالظبط. ناس كتير طبعا علقت لي على الفراخ ديت وقالت لي نوعها حلو، وناس قالت لي لا ده نوعها وحش. والله العظيم سمعت تعليقات ممله وسمعت تعليقات حلوه برضو جميله. وناس كتير عاوزه تشتري مني وكلمتني عاوزه تشتري من الفراخ البلدي دي. يا جماعه خلاص انا ما عادش عندي حاجه للبيع خالص، هم دول بس هوليهم الاسبوعين دول او الاسبوع دوت بالخلطات التسمين علشان انا عاوزه اوزان حلوه جدا. على ما اخلص اللي انا ذبحتهم في التلاجة، طبعا انا ذبحت وحطيت في التلاجة، على ما اخلصهم كده اقوم ذبحهم عشان مش عاوزهم يقعدوا مده طويله في التلاجة. ممكن اذبح نصهم مره ونصهم مره، مش لازم اذبحهم كلهم مع بعض. بس بجد طعمهم ممتاز. وانا كده كده ما عنديش فراخ بيضه دلوقتي، انتوا عارفين ان انا من نهار الحادثه اللي حصلت لي في الفراخ والحمد لله على كل حال ما ربيتش فراخ بسبب سعرها. فانا دلوقتي بربي سمان، بربي البط، بربي شويه الفراخ البلدي دول. فمش مش هسيب تلاجتي تفضى برضو، اذبح دول احطهم في التلاجة. فاللي عايز فراخ من دي ما عادش، للاسف ما عادش عندي منها خالص الا دول، هسيبهم لبيتي. طبعا زي ما قلت لكم هم ما ينفعوش بيض خالص، كلهم للاكل. فحط لايك بايديك الحلوه بقى كده وتعالي هنشوف انا بعت بقد ايه بالظبط من الفراخ ديت. انا قلت لكم انا كنت بعت 20 في الاول، اللهم صل على النبي، لا بعت ب 20 ورجعت بعت 5 كمان، اللهم صحح القول. المهم انا كنت بايعه ب 900 جنيه وهم صغيرين، وربيت الباقي. فانا هنشوف بعت بقد ايه دلوقتي، طبعا هنحسبهم على اللي انا بعتهم هم كتاكيت، ونشوف الدنيا فيها ايه وهل المشروع ده مربح
او مثلا تعب على الفاضي، لان هم عدوا ال4 شهور. وطبعا انتوا عارفين اللي بيقعدوا 4 شهور دولت بياكلوا وبيستهلكوا في العلف وبياكلوا كتير، وخصوصا ان هم يكونوا عدد كبير او كميه كبيره. فتعالوا بقى نطلع الامانه اللي احنا عاينينها ونشوف فيها كام بالظبط، علشان نعرف احنا كسبنا ولا خسرنا، ولا الحمد لله على كل حال مقدما. والله ما اعرف فيها ايه. يا جماعه، والله كمان مره واقسمت بالله وهو عليا شهيد ان انا ما اعرف الكيسه دي فيها فلوس قد ايه. انا كنت ببيع، لذلك هتلاحظوا اهو، وجايبه البرطمان ده. طبعا مش هينفعش احط في الكيس اهو، حتى الفلوس فيها هي. كل باجي بالسوق ابرم كل جزء مع بعضه، او كل حاجه بعتها مع بعضها واحطها. هنسمي الله كده ونفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عاوزين يطلعوا عشان هما ايه، كان البتاع دق عليهم، وكنت بحاول اضغط كده وادخلهم اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المنتنات الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يعني دول 300 مثلا، كانوا 8 جنيه. والله شوفوا حتى 10 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله دول فلوس الفراخ اللي بعتبها. هذا كان 1000 جنيه انا فاكراه، و10 كنت بيعبهم لواحد. واحد جه خد مني بال1000 جنيه دي مره واحده لاكلاه. كله اللي انا بعت لهم للاكل. ما شاء الله. والله بيطلبوا مني لغايه النهارده، من اللي خدوا مني لقيتهم بيطلبوا مني تاني وعايزين تاني. فانا مش عارفه، ممكن اعيد عليها تاني، بس هتبقى اركز للتسمين واخليه كمشروع. وشكله كده الحمد لله ربنا بيرضي، ما بيزعلش حد ابدا يا جماعه. والله من جد وجد ومن زرع حصد، وطالما النفر ماشي مسلمها امره لله ربنا بيكرمه. والله الحمد لله ما شاء الله. مبلغ ما شاء الله. يا رب يكون بس كل حاجه واضحه. ناخد الميتانات. احنا لسه كده بناخد ميتانات بس، حتى ما كنتش بحاول افك ولا اغير في حاجه ولا اجمد لحد حاجه. انا كنت بعوز افك ما برضاش اخد منهم عشان ما افتحهمش خالص. مبقتش افتح الا وانا بحط الفلوس وبقفل تاني. كده خلصنا الميتانات اهي. لا في كمان اهو. اللهم صل على النبي. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. والله تعب يا جماعه ومجهود، بس زي ما قلت لكم كل ما تتعبي كل ما ربنا بيرضي. وطالما مسلمه امرك لله اهوت، وبتطلعي برضو النصيب. طبعا انا في 4 فرخات طالعين من الفراخ دي يا جماعه، خلاف ال7 اللي انا ذبحتهم. 4 هدايا لحبايبي. طبعا طالما بتطلعي اللي في النصيب ربنا بيكرمك وبيرضيك. لسه في ما عادش نيات. لا لسه في نيات اهيت. انا بحاول ان انا اسرع بسرعه، علشان انا عارفه ان في ناس بتزهق من الفيديو وتقول لك ده الفيديو طويل. بس والله انا لو قعدت اعد الفلوس اللي من هنا ساعتين مش هأمل ولا هتعب. ما حدش بيتعب يا جماعه من عد الفلوس. كده خلاص ادي ميات ودي الميتانات اهو. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والله ما اعرف عددهم، والله ما اعرف عددهم، وهنعرفهم سوا. هنا 50 اهي، ودي 10 اهي. يعني دليل ان انا كنت بحط لو 10 جنيه اي فلوس بحطها في قلب البرطمان. والله جوزي ما يعرفه، والله وما حد في البيت يعرفه، وعارف ان انا ببيع. ما يعرف ان انا عينهم لوحدهم او مش عينهم لوحدهم، ولا يعرف حاجه. هو الحمد لله راجل امين وما بيسالش على حاجه. طالما ست البيت عارفه مصلحه بيتها وبتدور على مصلحه بيتها، الراجل بيثق فيها ثقه عمياء من ناحيه كل حاجه. ده المبلغ اهو يا جماعه اهو. نعد سوا بقى. انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم، بس هو هيطول غصب عني. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 يعني 4000.
20 في ميتينات يعني 4000. وادي 1 2 ونقول 10 كمان يبقى 500. 4000 ونص. وادي 1 2 3 4 5 يبقى كده 5000 عشان بس ما نتلخبطش. وادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ونص و30 يبقى 1180. 1180 و5000 يبقى 6180. صح ولا انا غلطانه؟ انا لسه مش عارفه، حاسه ان انا ما عدتهمش صح. 6180. نعد تاني يا جماعه معلش. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 ب5000. وده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ونص و80. 6180 جنيه حصيلة الفراخ اللي بعتها، وكمان بعت ب900 يبقى هنقول 7100. سيبكم من ايه؟ من 80 جنيه. 7100 بياعة فراخ بلدي خلاف فوق 13 فرخة، وذبحت 7 يبقى كده 20، وطلعت 4 الحبايبي يبقى 24 فرخة، يعني 7100 خلاف 24 فرخة. انا لو بعت ال 24 فرخة طبعا هيجيبوا مبلغ وقدره هيخشوا لهم هيعدوا 3000 جنيه. يعني الحمد لله. انا مش هقولك انا حسبت قد ايه. هما كانوا بياكلوا كل حاجه، وبياكلوا هرس البيت، وباكلهم رده، وباكلهم كل حاجه. ما كانوش مكلفين بالنسبه ليا زي الفراخ البيضه او الفراخ اي نوع تاني من الفراخ اللي هي الساسو، لان ما كانوش بياكلوا علفه صافي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. التعب اما بتلاقي حصيله تعبك الحمد لله بتبقى تعبك كله بيروح. واهم حاجه المال الحلال والحاجه اللي ترضي ربنا، وما بنعملش حاجه تزعل حد ولا بنعمل حاجه تغضب ربنا. وانا بعمل الفيديو دوت مش بستعرض نفسي عليكم او اي حاجه، لا سمح الله. انا بشجع اي ست قاعده فاضيه في البيت ما بتشتغلش، تستغل وقتها في البيت بدل ما تستغل في حاجه هايفه. لا، تستغل وقتك في تربيه شويه طيور، يعني هتوفري لاولادك حاجه نضيفه ياكلوها، وكمان هتطلعي مكسب لكي يبقى معاكي في الايام الصعبه ديت والعيشه والايام اللي لا يعلم بها الا ربنا. والله العظيم يكون في عون الناس اللي دخلها محدود. والله الحمد لله رب العالمين. العيشه بقت صعبه يا جماعه، واي قرش بيسند واي نوايا بتسند الزير. انا عارفه انه مش مبلغ كبير قوي، بس الحمد لله جاي جنب تربيه البط، تربيه حاجات تانية وحاجه ببشرها كده. الحمد لله. والمال الحلال اهو. المال الحلال اهو. الحمد لله. مال حلال الحمد لله 100%. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. يلا شجعوا وهاتلكوا اي حاجه. والله الفراخ البلدي كلها مكسب يا جماعه. لو بعتها صغيره الحمد لله ربنا يرضيكي، لو استنيتي لما بعتهم كبار برضو الحمد لله ربنا هيرضيكي. وطبعا انا عارفه ان انا يعتبر ربع او تلت الفراخ ديت طلعت للبيت وطلعت لنا كده، لان انا ما كنتش مربيهم كمشروع اساسي. انا كنت عاوزه ان انا اربيهم مثلا وهم صغيرين، وما حصلش نصيب ان انا بعتهم كلهم صغيرين وربيتهم للاخر. بس الحمد لله وفرت كتير لبيتي، وفرت فراخ لبيتي. طبعا لو اشتريها بمبلغ وقدره، وربيتهم على هرس البيت، وربيتهم الحمد لله ان هم اتربوا معايا وطلعوا معايا للاخر. كان نفسي ان انا هم يبيضوا، بس الحمد لله مفيش نصيب. هي النوع ده كده يا جماعه. ان شاء الله هنجيب بقى شويه فراخ تانيين يبيضوا معانا
ويملوا البيت خير. انا عندي اصلا فراخ بتبيض بس مش كتير، حاجه بسيطه. انا كنت عاوزه كميه كبيره، وفي نفس ربي الفراخ البياضه ديت، لان انا عايزه اشتغل في البيض بتاع الفراخ. فان شاء الله هدور على نوع حلو كويس يكون في انتاج البيض، وهنجيبه وهنربي مع بعض، وكل حاجه بعملها معاكم. واللهم لك الف حمد وشكر. وده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.